الفاينانشال فريدم اللي احنا خدناه من كوميونيتيز معينه، ان انا اصحى الصبح عايز اجيب فيراري اجيب فيراري، مش هيحصل حاجه. ان يوم السبت بعمل فيه اي حاجه غير شركتي الاساسيه، وعلى مدار 4 سنين قدرت اعمل 4 بزنسز. شركتك انت بعتها لشركه سعوديه اسمها عين. الاكزيت اللي انت بتاع عين دلوقتي كام ضعف الاكزيت اللي اتعرض عليك من سنتين؟ لا هو اقل، هو بتاع سنتين كان اكبر. النهارده معايا اخر اكزيت او استحواذ في الوطن العربي. معايا ابراهيم انور، وهو الفاوندر بتاع شركه اسمها الموقع، ولسه من فتره قصيره جدا حصل استحواذ للشركه من شركه سعوديه اسمها عين. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله، مبسوط ان انا معاك. انا اسعد. قبل ما نتكلم بقى عن الاكزيت والتفاصيل دي كلها، بحب بس ارجع كده خطوه لورا واتكلم الاول عن الماضي. فقبل اي حاجه، انا عارفه انت شخص اشتغلت على نفسك كتير قوي، فعايزه اعرف انت اصلا يعني امتى بتلاقي مثلا والله ده انا عندي نقطه ضعف في الحته الفلانيه، وازاي بتحاول تطور من نفسك كل شويه؟ طب الاول نبدا، انا جاي منين؟ انا راجل بسيط خالص، جاي من الفيوم. انا خريج هندسه الفيوم. وانا جوه الكليه اكتشفت ان دايما بحب اقول الكلمه دي، في مكمل غذائي في التعليم ناقص. ان انا مش فاهم ايه الماركت، وما كانش عندي حد يعلمني ان انا المفروض اروح جامعه ايه اصلا. احنا دخلنا طلعنا جامعه الفيوم، اخويا جامعه الفيوم، اخويا مهندس برضو، وطلعت زيه مهندس مدني، فما كناش عارفين ده. فدخلت ستودنت اكتيفيتي. انت بتساليني بقى انت عرفت ايه اللي ناقصك؟ عرفت من هنا. دخلت زمان كان حاجه اسمها ساي ستودنتس ان بري انتربرايز، ودي اتحولت بقى اسمها اناكتس اللي مشهوره دلوقتي. فانا كنت من اوائل الناس اللي دخلت، ويعتبر الفاوندر ليها في الفيوم. كنت اول بريزيدنت ليها لمده سنتين. بالقدر انا وواحد صاحبي اسمه عمرو، كان تجاره وانا بحب التجاره اكتر من الهندسه، فكنا بنعمل بيزنس. وقال لي ده احنا عندنا حاجه في اسيوط اسمها صايف، طب ما تروح تشوف. رحت سالت، لقيت ان لا احنا ممكن نعمل بيزنس ويساعدونا. فوانا بتكلم معاهم، ايه ده انت بتحب البيزنس، ما خليك انت الفاوندر او انت البريزيدنت، لان انت كين قوي على ان انت تعمل حاجه. فدخلت جوه، بدات اكتشف حاجات بقى. اكتشفت ان في عالم اسمه عالم البيزنس انا ما كنتش عارفه. فهمت يعني ايه بقى فند ريزنج اللي انا عملته كذا مره في شركتي. فهمت اكتر يعني ايه بروجكت مانجمنت، ما كنتش عارف المعلومه ايه، يعني معلومات عن الموضوع ده. يعني ايه تريجري، يعني ايه اتش ار، يعني ايه اوبريشن، يعني ايه هيراركي، يعني ايه سكسيشن بلان، ازاي تبني فريق والفريق ده يكمل. فاحنا كنا بنتعلم ان انا مثلا في سنه ثالثه ورابعه، احنا في سنه ثالثه ورابعه لازم يكون معانا تيم من اولى وثانيه، لان ثالثه ورابعه دول هيطلعوا. فبدات اعرف ايه المشاكل. اكتر حاجه ساعدتني الهاند بوكس بتاعت صايف واناكتس، والبوكس بقى عموما. انا من الكتب اللي ضحكتني قوي وساعدتني في الجيرني بتاعتي كيف تصبح مليونيرا. انا هو الموضوع فعلا يعني تحسه بسيط ويضحك، بس الكتاب كان فيه معلومه، عايز تبقى مليونير اشتغل على نفسك خلال 10 سنين هتوصل. فما فيش معلومه جديده غير اشتغل. ففهمت ان اي حد عايز يوصل لاوبجيكتيف ليه، الموضوع مش بس كلام، لا انت لازم تشتغل على نفسك. سيبك من الموضوع ان انا ابقى مليونير او ان انا يكون عندي بزنس، بس انت عندك اوبجيكتيف محتاج تشتغل عليه، محتاج تحط له بلان. انا دايما بحب اقول كلمه failing to plan is planning to fail. ما عندكش خطه هتلبس في الحيط. في بقى شويه حاجات كورس كده اتعلمتها، 2 minds better than one. ده اللي خلاني ابقى عندي شريك، عشان تبقى عارفه انا من اول ما كنتش بفكر في ده. بس 2 minds better than one معناها ان انا لوحدي شايف حاجه، لكن انا لو معايا حد احنا شايفين اكتر من اللي احنا متخيلينه. فده خلاني افهم يعني ايه شراكه. انا اول شراكه عملتها 2، تاني شراكه كانوا 10. يعني زعلنا مع بعض، بس فضلنا اصحاب. احنا خسرنا، بس انا عرفت لا مش لازم اجيب عدد كبير، لا انا ممكن اكون عدد صغير. فاتعلمت كود تانية: if you want to go further go alone, if you want to go beyond go together او go as a team. فهمت ان لازم يكون في تيم وورك، مش بس ان انا معايا كو فاوندر. فهمت يعني ايه بزنس، ان هو المفروض يكون بروفيتبل. كل ده من اناكتس والبراكتسز اللي انا عملتها. انا ما انكرش ان اناكتس اتعلمت فيها. بس انا قبل ما ادخل اناكتس انا وشريكي ده عملنا اول مشروع عملته كان مشروع تي شيرتس، وكسبت منه فلوس عشان تبقى عارفه، وكسبت فلوس منه وانا قاعد في البيت. ولما دخلت اناكتس كنت داخل بالفكر ده، حصل اثقال يعني. بدات
يحصل انهانسمنت في النولج، يحصل لها structuring، مش بس ان هي معلومات من بره. انا فاكر ان احنا خسرنا انا وشريكي ده في اول يوم في السوق، احنا كنا بادئين ب 1500 وهو 750 وانا 750، الكلام ده 2010، احنا داخلين في 14 سنه. احنا اول يوم خسرنا 750 يعني احنا ما كملناش. فقلت له بص احنا متبقي معانا 750 تعال نجرب بيهم، وكملنا. فبصراحه اتعلمت اكتر في السوق، واتعلمت اكتر مع اناكتس، واكتر حاجه علمتني البراكتس، ان انا كنت بحط حاجات وابدا اشتغل عليها. طيب ابراهيم، انت كنت سافرت بعثه في امريكا اسبوعين، وكنت زرت من اكبر الشركات هناك في سيليكون فالي زي فيسبوك وجوجل وكده. ايه الحاجات اللي انت شفتها هناك اللي انت رجعت مصر وقلت انا هطبقها في شركتي؟ وايه الحاجات اللي برضو من وجهة نظر بيزنس اللي انت شفتها قلت لا يمكن مش مناسبه للكالتشر بتاعنا او مش مناسبه اصلا عامه؟ ايه الحاجات اللي انت تسيبها بره؟ طيب انا اتعلمت هناك ان كل فاوندر هو اللي بيأثر على الستارت اب بتاعته، والفاليوز بتاعته هي اهم حاجه. فلما تدخلي فيسبوك بتشوفي الفاليوز والكالتشر بتاعت مارك في المكان، هو مكان راندوم انت حاسه ان فعلا ده بتاع طلاب، لان هو اصلا كان ما اتخرجش وعمل ستارت اب. لما تروحي جوجل تلاقي نفس الموضوع، لما تروحي اير بي ام بي كان حاجه غريبه جدا. انا كنت بدخل بلاقي الناس معاهم البيتس بتاعتهم وبيعملوا ميتينجز بالبيتس، وكنت الاقي ميتينج حد بجوجل في زوم او ميت طالع معاه الكلب والقطه بتاعته. فاكتشفت ان المفروض انا كفاوندر لازم يكون عندي كلتشر، ولازم يكون عندي فاليوز هي اللي بتكون هي الاساس بتاع الشركه، وانا المنبع بتاعها. اوكي. ما خدتش كل اللي هما بيعملوه، بس اكتشفت ان لا، ان انا عندي فاليو. انا مفتخر ان انا عندي فاليو اساسيه اسمها شريعه كومبلاين. انا بحب الشريعه وعايز اعمل كده. في شركه ثانيه مش مهتمه ان هي ابدا. اكتشفنا احنا في الشركه، انا حتى فاكر شريكي محمود شريف ماي كو فاوندر كان حاطط في الفاليو سنس اوف هيومر، ان احنا عايزين نكون ناس بتتبسط. دايما كان يهزر ويعمل بازلز وكده، ونخرج ونعمل اوتنجز. كان عندنا الانوفيشن، التيم وورك. فبدانا ناساين او نطبق الحاجات دي في الشركه. فدي حاجه شفتها هناك كانت جميله. شفت برضو حته الاوبجكتيف كي ريزلتس، وفكره ان انت بتشتغل على اوبجكتيف مش حضور وانصراف. فكنت قاعد مع حد شغال في فيسبوك قال لي انا بعمل 2 ميتنجز. الميتنج الاولاني في اول اسبوع بنشوف احنا هنعمل ايه، في اخر الاسبوع احنا وصلنا ولا لا، وايه التشالنجز. اتعلمت كان في حد بيتكلم ان انت ودي رول عملتها عندي اسمها 20 minute search، ان انت ما ينفعش تسال اللي جنبيك الا لما تعمل 20 minutes search وتشوف في ورق الشركه جوجل اي اي دلوقتي. وما ينفع بعد كده تسال يور كوليك، بعد كده تسال يور مانجر. ليه؟ لو انت خلال 20 minutes سالت اللي جنبيك انت ضيعت وقته، ما هو كان بيعمل حاجه وممكن تكون الاجابه معاك. طيب اكتر من 20 minutes، وممكن الشركات نخليها ساعه حسب كل اندستري. لو ما عملتش كده انت ضيعت وقت الشركه. انت قاعد ساعتين بتعمل ايه؟ يعني انت مثلا لما كنا قاعدين مع الراجل بتاع فيسبوك في النص ممكن نتكلم مع بعض ويكون في كوميونيكيشن، لان لو انا قعدت اسبوع وما وصلتش للاوبجيكتيف اللي انا قلت عليه، انا عندي مشكله. كان المفروض اقول من الاول. فدي اتعلمتها، فطلعت بال 20 minute search. اتعلمت صراحه كان في حاجات كتير بقى ليها علاقه بالكتب. كان هناك كانوا بيتكلموا ان انت لو فيرست تايم فاوندر انت مش افضل حاجه، خلي بالك. هم بيحبوا يقعدوا مع السكند وثيرد فاوندر. الموقع تعتبر ثالث شركه ليك؟ تراديشنال، يعني انا كان عندي حاجات تراديشنالي اكتر. اوكي. لكن تاني تك ستوب. تاني انا كان عندي شركه قبليها اسمها هاندس، كنا بنكونفرت 2 دي دروينجز لحاجه اسمها 3 دي بلم بيلدينج انفورميشن موديلنج وحاجات مجعلصه كده. هي كبرت وكان في يوزرز، بس كان مش قادرين نرجوه من ناحيه الريفينيوز. فروحنا لحته الموقع. فاتعلمت حاجات كتير صراحه. الحاجات اللي فهمت ان انا مش عايز اعملها وقلتها في اللي انا قلته، ان انا عندي فاليوز اسمها شريعه كومبلاينت، لان هناك ما عندهمش الفاليوز دي. هم ماتيرياليستيك قوي. اوكي. الموضوع يعني انت لو انا عشت اسبوعين حياه سريعه جدا. كل شغل في شغل. مفيش كونكشنز وريليشن شيبس مظبوطه. فده كان مشكله. برضو فكره الفلوس هناك مرعبه وسريعه. في كومبيتيشن عاليه
لان هناك الناس اليونيكورنز كتير مش زي هنا. احنا عندنا كام يونيكورن، احنا عندنا كام في سي. طبعا هو الماركت هناك ماتيور، بس ده بيخلي في بيردن او ثقل على الناس ان هي تعيش. لكن هنا ممكن الحياه اهدى، ما عندناش الكومبيتيشن دي. فحسيت ان محتاج اكون اهدى شويه، مش لازم اكون بالسرعه اللي هناك. ما بين هنا وهناك. يعني هنا اهدى، ممكن تعيشي في كلتشر. الكلتشر اللي هناك يعني بيزد على ماي فاليوز، لا انا ما اقدرش اعيش هناك. طب ابراهيم، بالنسبه لك انت بتشوف النجاح ازاي؟ وهل النظره بتاعتك دي اختلفت في خلال السنين اللي فاتت ولا لا؟ يعني من ساعه مثلا ما بدات هانداز مثلا اول تك ستارت اب لحد مثلا ما دلوقتي بعت الموقع، هل بالنسبه لك كلمه النجاح اتغيرت؟ الاول النجاح هو طبعا موضوع نسبي، وفي ناس احسن مني يردوا، بس من وجهة نظري هو النجاح موضوع نسبي. في الاول انت بتبقي فاكراه فلوس، وبعد شويه بتكتشفي ان هو نجاح في اكتر من دايركشن، على مدار او في نطاق الاسره، في نطاق الصحاب، في نطاق المنطقه اللي انت فيها. فبعد كده تكتشفي ان في انواع من الفاينانشال فريدم. مش لازم اكون عندي فاينانشال فريدم ان انا اشتري طياره. على فكره فاينانشال فريدم في لايرز. ان اول حاجه ان انا اسكن في بيت حتى لو ايجار بس مبسوط بيه. بعد كده عندي اسره وعندي طفل مبسوط بيهم، ربنا يبارك فيهم. وبعد كده عندك تقدر تاكل اللي انت عايزه. فانا ماشي الحاجات دي. فانا اقدر اكل في المكان اللي انا عايزه في اي حته ومبسوط وافور، يعني اي كان افورد البرايس. بعد شويه لا انت تقدري تجيبي عربيه. فمش لازم يكون الفاينانشال فريدم اللي احنا خدناه من كوميونيتيز معينه ان انا اصحى الصبح عايز اجيب فيراري. مش هيحصل حاجه. انت لو عندك عربيه كيا برايد قديمه زي بتاعتي ما فيش مشكله، بتوصلك ومبسوط. انت لو رحت شفتي وارن بافيت ايه العربيه بتاعته وعايش بيها كام سنه؟ ايه بقى؟ انا نسيت العربيه، بس عربيه قديمه هو مبسوط بيها. يعني اعتقد شيفروليه او حاجه زي كده، بس عربيه قديمه ما بيغيرهاش. الموضوع هو في ناس وصلت ان الفاينانشال فريدم وان انت تكوني مبسوطه مش فكره ان يكون عندك فلوس كتير قوي، ان انت تتبسطي بكل مرحله انت فيها. برضو فكره النجاح ان انت تتبسطي من كل مرحله. مش لازم استنى اخر الجيرني. لما انا وصلت ان انا بعت الموقع، انا كنت سافرت 4-5 دول، بقى عندي تيم، اتجوزت، خلفت، ربنا يبارك في هاجر ويحيى. امي واخويا ساعدوني كتير في الرحله، اصحابي ساعدوني في الرحله، كنت بستلف منهم عادي. فبرضو النجاح ان انت تكون احسن من الفيرجن اللي كانت قبليك بسنه او قبليك بكذا سنه. يعني تكمبيت مع نفسك، بلاش تكمبيت مع الناس اللي حواليك. ولو عايز تكمبيت مع الناس اللي حواليك تكمبيت مع الناس اللي نفس الظروف بتاعتك. انا راجل طالع من الفيوم، انا برضو بقولها يعني مش حوار. فانت لما تيجي تبص ما تروحش تبص لحد كان عايش في كاليفورنيا. انت لو بصيت، لان هنا في حاجه اسمها بير بريشر، ضغط الناس اللي حواليك. فصاحبك اللي في المدرسه علق عليك فانت لازم تعلق عليه. بشوف ان انت تكون في كوميونتي قدرت توصل لحاجه الكوميونتي ده ما قدرش يوصل لها، ده نجاح. ان انت توصل لاوبجيكتيف انت كنت عايزه، ده نجاح. على فكره لما كنا بنبني الموقع كان عندنا هدف ان احنا نكزت، وعلى مدار الرحله كنا بندور على الاكزت. انا شخصيا كنت بدور على الاكزت. فالنجاح في بقى طبعا النجاح الاخروي اهم جدا من النجاح الدنيوي. ان انت في الاخر كلنا هنموت. من اكتر الحاجات بقى اللي انا ممكن اجاوب بيها على السؤال ده ان انا قدرت اعتقد ان انا اسيب امباكت. والامباكت ما كانش اكتر حاجه في الموقع، كان في حاجات كتير. يعني اول ما بدانا الموقع احنا كان عندنا كونتنت استفاد بيه 50,000 واحد. ما شاء الله. ده بالنسبه لي كان نجاح. ان انا عملت بسبب اللي اتعلمته في الموقع كواليس البيزنس اللي هي ريلز ملايين اتفرجوا عليها. مش 100 مليون، لا ممكن يكون تجميعتهم 10 مليون ولا حاجه. ان انا عملت كورسز، انت ساعدتني في كورس من الكورسز مع ادفنتشر. ما انا عملته، انا طبعا عملت كورسز مع ينفع والمنتور
بشوف ان ده الامباكت اللي انا اصلا كنت بدور عليه، مش فكره بس ان انا عايز اعمل اكزيت واكسب فلوس مثلا. عايز تسيب اثر اكتر، تعلم الناس. ان انت تقدر بقى تعمله، انا بشوف ان ده نجاح. طيب ابراهيم، دلوقتي هديك سؤالين، الاثنين يعتبر سؤالين بونس. انا اختار واحد تجاوب عليه، بس الاثنين هيظهروا على الشاشه. اوكي. What's the one habit or routine that has been most instrumental in your success? What's the risk you have taken in your career that initially seemed reckless but turned out to be game changer? أنا ممكن أجاوب على الاثنين. يلا بينا. أول واحد what's the one habit or routine؟ حاجة بتعملها كل يوم أو كل فترة، بس حاجة تعتبر خلاص جزء من حياتك كده. لان يعني كتير لما بنتكلم مثلا مع بزنس مان او كده بيقولوا والله اصل انا كنت مثلا بصحى الساعه 5 الصبح، ده مثلا فرق نجاح. او انا مش عارفه ما كنتش مثلا بختار حاجه البسها، بلبس نفس اللبس كل يوم. في هابت كده معينه يقال انها بتفرق ان انا اتعلمت شويه يعني ايه تايم مانجمنت وتايم بلوكينج وحاجه اسمها دي ثيمينج، وهشرح ده. وحاجه الاخيره البرايورتيزيشن، الاولويه. اوكي. اللي حصل هو مش موضوع روتين يومي، هو موضوع ان انا فهمت ايه الاولى وامتى اعمله. اوكي. فانا كنت بعمل اكتر من حاجه وما زلت بعمل اكتر من حاجه، بس برايورتيز، نحط اولويه الاول ربنا، اسرتي، بعد كده انواع شغلي بقى. فعندي شركه الموقع، بعد كده كان عندي كذا سايد بزنس. فانا لما ببدا يومي ببقى عارف ايه الاولويه الموقع، يبقى الموقع حصل اولويات جت فوق ده، لا يبقى نعمل مثلا صلاه او اسره، فبحاول اعمل ده. طبعا ساعات بغلط عشان بس ما اقولش للناس ان انا بعمل حاجه، ساعات ما بقدرش احافظ على الاولويات دي، بس ان انا فهمت يعني ايه اولويه وفهمت يعني ايه تايم مانجمنت، فببلوك تايم في التايم ده الموقع وده الحاجات الثانيه. عملت بلوكينج عشان احس ان انا بقدر اشوف حاجات تانية غير شركتي. فكان عندي حاجه اسمها داي ثيمينج، وطلعت منها بحاجه اسمها ساتردي ثيري. يعني ايه بقى؟ اشرح لنا بقى الكلام ده كله. ان يوم السبت بعمل فيه اي حاجه غير شركتي الاساسيه. وعلى مدار 4 سنين قدرت اعمل 4 بزنسز، منهم بزنسز انا كسبت فيها فلوس اكتر من الموقع. اوكي. وعملت بزنس اسمه اي كان كوتش يو، وعملت بزنس اسمه نو هاو كونسلتنسي، ساعدت فيه اكتر من 100 شركه، وعملت كواليس البزنس، وعملت برنامج اسمه فاوندر. والطريقه دي خلتني افهم ان يوم السبت انا كنت بعمل كونسلتنسي فور فري. انا عندي ساعه ما زلت محافظ عليها بقالي 3 سنين، ان انا كل يوم سبت من الساعه 1 للساعه 2 بعمله فور فري. ما شاء الله. طبعا في جيفنج باك للمجتمع، في حاجات معينه لازم اعملها. فاللي اقدر اقول عليه روتين او هابت، ان انا فهمت البرايورتيز وبطبق فكره التايم مانجمنت والتايم بلوكينج، وبقسم وقتي كويس. عجبني قوي الموضوع ده. السؤال الثاني what's a risk you have taken in your career؟ وده كان جيم تشينجر، ان انا ببيع جزء من شركتي دلوقتي في اي وقت. اوكي. اول ما بدات ان انا عشان اخلي فيه اونر شيب مع شريكي لازم يكون عنده برسنتج. اوكي. فاول شركه بداناها كنا 50-50. اوكي. تاني شركه اللي هي كان 10 كان كل واحد 10%. وبتختار ناس بتكومبلمنت الاكسبيرينس بتاعتك. الاختيار ده شيء مش سهل، بس هو الاختيار بالنسبه لي. تعالي نقول حاجتين اساسيين. الاولانيه ان احنا عندنا نفس الفاليوز ونفس الفيجن، احنا عايزين نعمل حاجه وعندنا نفس القيم. والحاجه الثانيه احنا كومبلمنتري لبعض، احنا بنكمل بعض، مش بنعمل نفس التاسك. لو بنعمل نفس التاسك مش هيبقى نفس الموضوع اللي هو تو مايندز. طب تو مايندز از بيتر ذان واحد. السؤال ناس كتير جدا بتقعد تساله، اجيب كو فاوندر منين؟ والله الاقي بقى اللي انت بتتكلم عليه ده فين؟ الاقي شريك فين؟ طب خلينا نتفق، اول حاجه هو رزق طبعا. تاني حاجه لازم تدور وتعرف ان في فيلير برسنتج كده بيحصل فيها فيلير. وانا اخترت ناس قبل كده وما كانت افضل حاجه، وده بيحصل. فبنجيبهم ازاي؟ عاده بيكونوا من الكوميونتي بتاعك وعندهم نفس الفاليوز وهم حابين يشتغلوا معاك عاده. طب هل في طريقه، في بروسيس نجيبها من حته تانية؟ انا عندنا النهارده فيسبوك جروبس، مين ستارت اب سيركل، عاده الشركات، يلا اعمل بزنس، ادخل قول الايديا بتاعتك وقول الفاليوز بتاعتك وشوف ممكن مين يجوين الجيرني.
فالاول انا عارف ان عشان السؤال ده انا سالته كتير جدا وبقول له في 3 فيرتيكلز. الفيرتيكل الاولاني يور كوميونيتيز، وخلي بالك من الفاليوز. اوكي. تاني حاجه الفيسبوك جروبس والبزنس، ادخل اتكلم، هتلاقي حد بيماتش معاك بنسبه كبيره يقدر يدخل وياد فاليو. الحاجه الثالثه ان انت ابدا الجيرني بتاعتك وانت ماشي هتلاقي الشخص ده. مش عيب ان انت تبدا لوحدك، لكن العيب ان انت يكون من وجهه نظري، بلاش كلمه عيب، الغلط ان انت يكون عندك فكره ما تطبقهاش عشان بتقول انا معيش كوفاوند. اوكي. لكن انا عندي فكره، انزل طبقها وانت ماشي. انا عندي شركه اسمها دان بتاع تحفيز قران، انا معايا دلوقتي كوفاوندر اسمه كنان، ليه برسنتج من الشركه. الراجل ده ما دخلش معايا اول سنتين، انا ماشي لقيت ان انا ناقصني الحته دي ماركتنج، كمال بعد سنتين دخل معايا. عندي كذا حاجه ثانيه مش هقدر اتكلم في كله، بس انا حصل معايا الثلاثه، حد من الكوميونتي وحد من البيزنس جروبس وده دخل معايا فعلا، اوكي، وعندي حد من وانا ماشي في الطريق. فاعتقد الناس تجرب الثلاثه وان شاء الله هتوصل ان شاء الله. طيب ابراهيم بقى، هنتكلم دلوقتي عن يمكن اجدد خبر في حياتك دلوقتي، وهو ان شركتك انت بعتها لشركه سعوديه اسمها عين. احكي لنا بقى كده من الاول، احنا معاك 100%. يعني احكي لنا، اصلا انت قلت ان انت اوريدي كنت بتدور من الاول خالص ان انت عايز تبيع الشركه ايفنتشولي، فقول لي هل ده كان اول اوفر يجي لك؟ الواحد اصلا بيدور على حد يشتري الشركه بتاعته ازاي؟ هل ده كان الاوفر الوحيد اللي جالك وانت قابلت بيه، ولا كان في اكتر من حد؟ احكي لنا بقى كده ايه كل حاجه. طيب هو من الاول، كان اول ما دخلنا في عالم الانتربرنور شيب، ايه الاكزيت استراتيجي بتاعك؟ فانا كنتش فاهم السؤال ده في الشركه اللي قبل كده، فكنا عملنا سيرش على الانترنت الناس بتعمل اكزيت ازاي. في كذا نوع من الاكزيت، الفول اكزيت، البارشال اكزيت، ممكن في حاجه اسمها اكوي هاير، انا باخد التيم فول اكوزيشن، هاخد الشركه كلها. لقينا ان الناس عشان تعمل اكزيت ممكن حد من جوه بيعمل باينج اوت او يباي اوت، ما اعرفش، يشتري الحصه بتاعت الشركه، حصص الناس الثانيه. ممكن تروح اي بي او، وده ما حصلش عندنا في الماركت كتير بالنسبه لعالم الانتربرنور شيب. ممكن في الشركات التراديشنال في ناس راحت اي بي او اللي هي الانيشال بابليك اوفرنج، اللي هي تدخل البورصه. وفي نوعين من البورصه، في الاي جي اكس والثانيه اعتقد اسمها النيل، حاجه زي كده. فاكتشفنا ان في انواع كتير. جينا بقى نبص على الستارت ابس، لقينا مين الشركات اللي حصل لها اكوزيشن. ايفنتس اشتريتها بابل، يس، وشركه ثانيه هارمونيكا اشتريتها شركه ثانيه اسمها ماتش اعتقد، ماتش.com. ولقينا ان انت لما بتيجي تعمل شركه، اكتر ناس انترستد الرول موديل في الماركت ده. اوكي، بصراحه ما كان عندناش رول موديل، واحنا مش عارفين نروح فين. اي بي او ازاي؟ ده 8 سنين و10 سنين والماركت بتاعنا صعب واحنا فيرست موفر. فقعدنا كتير مش لاقيين ده، لحد من سنتين رحت اطلب من في سي كبيره فند، اوكي، وقالوا لي لا. وبعديها باسبوعين كلمني حد من جوه وقال لي في حد عايز يقعد معايا. كان جالهم واحد بعدين كان اكس كريم شاطر جدا، اوكي، قدر يعمل شركه في نفس المجال، وشاف ان هو عشان يروح للنكست ليفل هو ما كانش عنده حاجه على الارض. قال انا اشتري شركه موجوده واشوف مين البيست في الماركت واخليه يشتغل معايا. فعمل زي سكاننج كده للماركت، لقى شركه الموقع، فهو بيتكلم مع الفي سي يقول لو اشتريت شركه الموقع احنا هندخل معاك. اوكي، فجالي ازيك عامل ايه، ممكن اتعرف عليك، ممكن اشوف الشركه. انا فهمت، كنت فاكره الاول انفستر، بعد كده شاف الباتش ديك. على فكره ما بمضيش حاجه اسمها ان دي اي، اللي هي نون ديسكلوجر اجريمنت، اللي عايز يشوف حاجه يشوفها تعالى. لان انت بتبني في الاخر شركه، لو انت عارف ان انت هتروح اي بي او انت بتعمل كل حاجه. يعني النهارده لو حد عايز يعرف اوراسكوم بتكسب كام هيدخل، لو عايز يعرف ديليفري هيرو بتكسب كام، ولا اوبر ولا كريم، هم ممكن يكون مش حاطين ديتيل، بس احنا عارفين امتى اوبر بقت بروفيتبل بعد 12 سنه او حاجه زي كده، او 10 سنين. فبعت له فجاه لقيته بيقول لي انا هنزل لك مصر. فنزل مصر هو وهيز كو فاوندر وجمعنا الفريق. على فكره انا بشتغل بقالي 4 سنين اونلاين. عندنا فكره كده ان احنا
بنتقابل مره في الشهر بحيث ان احنا اوتنج كده يبقى فيه زي هارموني في التيم. عشان انا مؤمن بالهايبرد مش مؤمن بالوان فيرتيكال اللي هو يا اونلاين يا اوفلاين. بس يعني بغلط في ده عشان الناس برضو ساعات ما بنعملش، بس ده بنحاول نعمل على قد ما نقدر. نزل بعد كده ادالنا اوفر حلو، انا بقول بصراحه ادالنا اوفر حلو، بس احد الانفسترز قال لي لا انت ممكن تستنى شويه في الماركت، بس كان قبل بقى ما يحصل في الماركت وهتكون احسن. بس قدرا طبعا ما نندمش على حاجه. وراح اول اوفر. ما بين السنتين وقبل ما عين يشتروا شركتك فكرت في الاوفر ده تاني؟ فكرت كنا نفكر فيه مثلا كل فتره، كل كورس، كل حاجه، لان كان التشالنجز كبيره جدا الفتره اللي بعد زي لا الماركت بقى الفالويشن، حته الفالويشن وحته الكرنسي ديفالويشن والحاجات الكبيره دي اللي بتحصل والقرارات في مصر، والماركت بتاعنا كان اصعب كونستراكشن. هسألك سؤال، الاكزيت اللي انت بتاعين دلوقتي كام ضعف الاكزيت اللي اتعرض عليك من سنتين؟ لا هو اقل، هو بتاع سنتين كان اكبر. انا مش هقول كام ضعف، اوكي، بس كان اكبر. اوكي، وكان في بنفيتس لينا وللانفسترز اكتر. اوكي. بس هو قدر. يعني انت ما تعرفيش ان في احنا كنا مش عارفين، ده كان اول اوفر كنا مش فاهمين يعني ايه اصلا اكزيت. احنا كنا بندور عليه بس كنا مش فاهمينه. اوكي. انت ممكن تكوني فاكره ان الناس فاهمه يعني ايه اكزيت. اكزيت ان انت بتسيب الشركه، ممكن تكون ليك ماينورتي، هو بلاك بوكس ما ينفعش تسيبيه على طول، لازم تقعدي في الشركه سنه 2، ممكن تقعدي 4. بيحصل لك فيستنج للشيرز بتاعتك. الناس بتقدر في الاكزيت تاخد حاجه اسمها سايننج بونس، ممكن تاخد كاش، ممكن تاخد الشيرز الثانيه سواب. يعني باخد بدل ما الشيرز تبقى معايا اخدها في الشركه اللي بعد كده. انت عملت ايه بقى اللي حصل ان انا جيت بعد سنتين، انا عملت ابروتشنج للشركه. اوكي. قلت لهم ازيكم عاملين ايه؟ انا لقيت ان اكبر شركتين كومبيتيتورز، حد واخد 8 مليون دولار وقبل كده كان 4، والتاني كان واخد 9 مليون دولار. فرحت للشركتين، شركه قالت لا وشركه قالت هنديكم اوفر. ادونا اوفر. طبعا ما كانتش يعني برضو مش عايز ادعي شويه حاجات ان هو احلى اوفر في الدنيا وكده، بس انا كان نفسي ده مش عشان ان انا عايز اعمله بس، لا انا كنت عايز اعمله للتيم وللانفسترز، وبرضو كان في تشالنجز في الماركت وشايف ان ده البيست يعني تشويس. وده الاوفر بتاع عين؟ لا برضه ده كان جالنا بقى تاني اوفر، وبعد ما خدنا الاوفر وهن اكسبت وانا جالي الترم شيك وكنت المفروض امضي، ما مضيتش. ليه بقى؟ لان كان فاوندر عين هو كان هينزل انفستر معايا. اوكي. وانا اعرفه من 2019 لما دخلت 500. اوكي. فلما شاف الاوفر حس ان هو عنده اوفر احسن. اوكي. وشايف ان التيم اقوى، وهو الاوفر ميكس بين اكوزيشن واكوي هارد. اوكي. هو عمل اكوزيشن 100% وادى اوفر للتيم كله افضل 100% من السالاريز اللي بياخدوها. خدوا كلهم اوفرز احسن. اختار انا وشريك من الشركاء ان احنا لازم نسافر السعوديه ونكمل معاه فتره. فاللي حصل ان خلاص خدنا الاوفر اللي بعد كده اللي من الشركه وان اوف اور كومبيتيتورز، لان انا لقيت ان احنا هنكمبيت. انا قادر، انا كان عندي اوفرز للانفستمنت تاني بس كانت هتاخد وقت. والماركت مش محتاج ان احنا نستنى ولازم نكمبيت ونجري. طب ليه؟ وعلى فكره ما انت بتساليني ازاي تجيب اكزيت، انت ممكن تابروتش الكومبيتيتورز بس مش اي كومبيتيتور. يعني انا عايز اقول لك ان الناس اللي انا عملت لهم ابروتشنج انا اعرفهم. منهم واحد قبل ما يبدا كان عارف احنا فيرست موفر قوي، يعني احنا اوائل الناس. انا في كومبيتيتورز بيقابلوني عارفين شركتي مش عايزين يقولوا لي ان احنا نعرف. وفي ناس كومبيتيتورز في مصر كوبي بيست لشركه الموقع بس مش عيب. هو في الاخر هو الماركت كده. في بقى حاجه اسمها الادفانتج بتاع الفيرست موفر والديس ادفانتج بتاع الفيرست موفر. الادفانتج ان انت طالع في ماركت محدش شايف حاجه، انت اللي بتبيف الواي. وانا بشوف ان الموقع عملت بيفنج للواي في البروبتك في مصر
لان كتير بدا يدخل في المجال ده مع مينا. اوكي. وكمان فكره الاكزit اتس مور بيفنج، يعني ان انا بحفر لكم اكتر لان في شركه شبهك حصل لها اكوزيشن. ف الصراحه الثري اوفرز كان في اول واحد كان ريكومنديشن من في سي للشركه، وتاني واحد قبل ما يبدا شركته كان باعت لي على الواتساب، احنا نعرف بعد من كذا سنه عن طريق لينكد ان، هو انت بتعمل ايه؟ وهو عمل شركه وبعد كده شايف ان احنا فريق كويس لازم ندخل معاه. واللي عمل اكوزيشن اصلا انجل انفستر معايا، وانا اخترته لان كان الاوفر بتاعه احسن من الاوفر الثاني. ومش بختاره لوحدي، انا معايا فريق، معايا انفسترز، ولازم ارضي الناس. على فكره في ناس ما كانتش مبسوطه من الانفستمنت ده او من الاكوزيشن، ما اقدرش ارضي كل الناس. في ناس كان نفسها اكتر، بس هو قرار انا كنت شايفه افضل قرار في الوقت الحالي. لان برضو احنا كتيم كنا شايفين ان احنا عايزين نروح للنكست ليفل، والتشالنجز بتاع الماركت اصعب، واحنا عندنا هدف. يعني انا شخصيا عندي هدف مع الشركه الجديده ان هي تروح IPO بقى في السعوديه ولا حاجه، فانا حتى لما هروح هشتغل على النقطه دي. طبعا بقى في تفاصيل كتير، يعني ممكن هسألك ابراهيم، يعني انا عارفه الموضوع لسه ريسنت، بس انت واخد التيم معاك بتاعك كله، يعني كلهم خلاص دلوقتي هيشتغلوا في عين، فهل بتشوف ان الناس مثلا كانت خايفه من ده؟ هل خايف يبقى في cultural differences في ما بين الموضوع ده شائك جدا. يعني اول حاجه اللي بيحصل له اكوزيشن فيه مشكله ان بيعمل disturbance في الشركه. مظبوط. فعشان كده لازم ما يعديش يعني الهاير ليفل او السي ليفل الا لما يوصل لماتيوريتي معينه. لان حصل مشكله ان واحنا بنخلص ديل جالنا ديل تاني، فالتيم كان اتعلق بالديل الاولاني وجاله اوفرز ويلا هنشتغل، فجاه احنا هنروح لاوفر تاني. ففي ناس ما كملتش على فكره معانا، جالها اوفرز احسن في شركات تانية، منهم في 2 قالوا لا احنا مش عايزين نكمل كموظفين يعني. فاهم قصدك. فده بيعمل ديستربنس في الشركه، ويخلي الفيجن مش واضحه. احنا هنمشي هنا ولا هنمشي هنا. طبعا ممكن تحصل مشكله لو الاكوايرر ده مش افضل حد، فلو ما حصلش الديل هو ممكن ياخد الفريق بتاعك. اوكي. وهيعرض عليهم وهو عارف مرتباتهم وعارف كل حاجه. لان هنا بيحصل حاجه اسمها ديو ديليجنس، فبيدخل بيشوف الباتش ديك فاينانشال بروجكشنز، كان بيقول لك وريني الستيتمنتس، وريني الليجل بيبرز، يلا هنعمل تيرم شيت. الكلام ده فيه تفاصيل كتير قوي. والفريق بتعزله الاول، بتحاول ما تخلوهوش يشوف ده، عشان مش عشان انا مش عايز اوريه له، لا عشان افرض الدين ما تمش، طب هم هيحسوا بايه؟ طب ابراهيم، يعني عارف انت قلت لي يعني كذا موقف دلوقتي ان هو انت خلاص داخل على حاجه بتطلع بعديها فجاه بتنزل او ما بتحصلش. انا عايزه اعرف انت كابراهيم بتاخد ده ازاي؟ يعني انت مش عايزه اسميه ريجكشن، عايزه اسميه ممكن يبقى عدم توفيق او حاجه، بس انت حتى كنت بتقول انت مثلا رحت الفي سي قالت لك لا، واكيد رحت الفي سي كتير. يعني انا فاكره من 5 سنين مثلا شفت لك برزنتيشن، انت كنت عارض شيت كده كبيره فيها يعني hundreds of investors، وبصراحه كان اول مره اشوف كم الانفسترز بالشكل ده، فانا متاكده ان انت اتكلمت مع انفسترز يعني عدد شهر بتتقبل كلمه لا ازاي، او ان انت تشوف ديل حتى على فكره مش بس الاستحواذ، حتى ديل مثلا شراكه كبيره جدا مع شركه وما تتمش، بتاخد ده ازاي انت بقى صراحه الاجابه في اللي انت سالته الاكسبتنس. لما بدخل المجال بفهم حاجه اسمها الفيلير ريت او برسنتج. اوكي. فانا داخل المجال اول ما دخلنا ما كناش فاهمين، عشان ما اقولش برضو ان انا عارف كل حاجه. اول ما دخلنا كنا مش فاهمين، وبعد كده عرفت ان السكسس ريت 3 5% 10% اللي انت بتعمله. فايه ده السكسس ريت 10%. فانا لو عملت ابروتشنج ل 10 انفسترز 9 يقولوا لي لا. كانت في كوت مشهوره جدا لبيل جيتس قال لك انا عملت ابروتشنج ل 1200 واحد، 900 باين قالوا لي لا، 300 خدوا اكشن. في اخر الكود بيقول 11 خلوني بليونير. فلما تيجي تبصي قد ايه ان هي statistics، هي احصائيا انت بتابروتش 100 متوقع ان 10 او 1 هو اللي يديك لك الانفستمنت. الشيك اللي انت بتتكلم عليه ده انا كان فيه 330 انفستر،
وكانوا كنت بعمل لهم ابروتشنج، وكتير منهم قال لي لا، وكتير كنت بعمل ابروتشنج غلط. يا عم انا مش في المجال بتاعي، بتكلمني ليه؟ يعني انا في الستيج الاكبر. ما هو في بقى مشاكل، يعني احنا لو اتكلمنا على انفستمنت، انا النهارده رايح لفي سي وانا طالب $50,000 ولا $100,000، والفي سي بتدي مينيمم تيكت $500,000 او $1,000,000، وانا رايح اطلب منهم 100. طب انت متوقع ان هم يدوا لك؟ اكيد لا. فكان في مشاكل في الابروتشنج. اوكي. احنا كنا بنابروتش الانفسترز غلط. طب احنا عندنا في ليفلز، عندك حاجه اسمها بوت سترابنج، بعد كده في 3 F's فريندز فاميلي فولز، الناس اللي حواليك، بعد كده في حاجه اسمها انجلز، بعد كده في سوبر انجل، بعد كده في انجل نتورك، بعد كده بتروح للفي سيز في الايرلي ستيج، والفي سيز اللي بتارجت السيريس اي، وبعد كده في الفي سيز اللي بتارجت بعد كده. فكل الليفلز دي احنا ما كناش عارفينها. ف الاكسبتنس ان انا فاكر في ديل قعدنا 3 شهور نخلصه. اوكي. كنا ناخد $150,000 $75,000 حاجه كده. وبعد 3 شهور يوم الصبح صحيت وي ويدرو، احنا بننسحب. بعت لهم ليه ما ردوش عليا بعد 3 شهور. هنا طلعت بقى بشويه كونسبتس في الفاند ريزنج، في شويه حاجات. ماني ان بانك، بعد كده اعمل اكشن. ما تبنيش بلان ولا تاخد اكشن في بلان على فلوس معينه وهي مش معاك. فلوس تدخل البنك، خد الاكشن. انت عامل بلانين. فماني ان بانك، باخد اكشن لما الفلوس تكون في البنك. على انا حصل لي ديبريشن، قعدت اسبوعين مش عارف ايه السبب وما بيردوش عليا. يا عم انت اللي عملت لي ابروتشنج، انت اللي قلت لي انا عايز ادخل معاك، طب ليه رفضت؟ بعد كده فهمت ان هو ممكن يكون عنده ريزن انا مش لازم اعرف. فبدات اتحول بقى ان في ask for advice get money، ask for money get advice. انا لو عايز اخد منك فلوس واول مره اشوفك ما ينفعش اقول لك هات فلوس، بعرفك انا بعمل ايه كبزنس بيكبر مش بيكبر بعد ما بيلد ريليشن شيب وكونكشن قويه. 3 شهور او 6 شهور انت ممكن تديني فند، لكن من اول يوم هل ممكن من اول يوم؟ ممكن، بس ده مش طبيعي. طبيعي ان انت تبيلد ريليشن شيب. انا بقول لك الانجل اللي اشترى الشركه هو اصلا كان معايا من 2019، والاثنين اللي كانوا هيشتروا الشركه حد كان ريكومنديشن من الفي سي دخل اتفرج، والتاني كان يعرفني من قبلها وزعل جدا ان احنا ما مضيناش. ف يعني هو كان في تفاصيل كتيره بس الاكسبتنس. طب speaking of advice بقى، انت عندك برضو سايد بزنس اسمه I can coach you، بتدي منتورشيب للشركات. ايه الحاجه اللي انت اتعلمتها عن نفسك لما بدات ان انت تادفايز الشركات؟ هو انا كده بشكر في نفسي بس مش عارف اعملها ازاي، بس ان انا منظم جدا. اوكي. يعني حتى ماي بارتنرز بيشوفوني منظم جدا، فاهم انا بعمل ايه، حاطط الفولدر فين، ايه الاسئله، ايه السيكونس. انا بساعد الناس في الجروث والفاند ريزنج وفي البيتشنج. انا ساعدت الناس تاخد $5,000 لحد $1,000,000، مع ان انا ما خدتش $1,000,000، انا اخدت 500,000 كل ما خدته. بس اكتشفت ان انت كمعلم، يعني انا ما كنتش فاهم المعلومه دي وما زلت مش فاهمها، ان انا مدرس رياضيات ممكن اخلي طالب يطلع مهندس. فازاي مدرس رياضيات يخلي واحد يطلع مهندس؟ المعلومه دي ما كنتش فاهمها لحد ما فهمت ان في كود كده بالعربي خالص، رب سامع اوعى من مبلغ. يعني انا ممكن اقول لك معلومه انا حافظها، اوكي، لكن انت فهمتيها وعارفه زي ففهمناها سليمان. يعني سيدنا سليمان موجود وسيدنا داود موجود، بس اللي فهمها سيدنا سليمان. ففهمت ان انا ممكن اكون مبلغ وفي ناس اوعى مني، وفهمت ان انا منظم، وفهمت ان انا عندي اكسبيرينس بس انا ما كنتش عارف. اوكي، يعني عندك حاجه تديها عندي حاجه تديها. انا الاول كنتش عارف، عشان تبقى عارف، ما كنتش عارف ان انا عندي نو هاو. حتى انا عملت الكونسلتنسي، البيزنس بتاعي اسمه نو هاو. اوكي. ليه عملت نو هاو؟ لان انا عرفت هي بتتعمل ازاي، وعرفت ان هي ليها ريسبي. وبرده كان في كلمه دايما بقولها، ما فيش صح مطلق في البيزنس. يعني انت ممكن انا ممكن اقول لك البيست براكتس وتعملي حاجه ثانيه وتنجحي، صح. حتى في الانفستمنت انا كل اللي قلته ده ممكن واحد انا جبت استثمار على القهوه
كنت قاعد مع واحد صاحبي بحكي له، قال لي والله الفكره دي حلوه، خد فلوس. وجبنا استثمار من ناس. انا دخلت 500 ثالث مره. انا قدمت مره اترفضت في سيليكون فالي. كنت لما رحت سيليكون فالي رحت 500 وخدت سيشن من شريف البدوي واترفضت. قابلتهم في استاد في الامارات، اترفضت. بعت لهم في اول باتش في سنابل او في مسك في الرياض، اترفضت. اعتقد قابلت في رابع مره. اوكي. قالوا لك ما كلموني، اصرار في قلت لهم انتوا خدتوني ليه؟ قالوا لي يا عم انت زهقتنا، كل شويه تخش تقول والله انا عندي ستارت اب واحنا حاسين ان انتوا تيم كويس. هم كانوا مش مقتنعين قوي بس حسوا ان التيم كويس. فانا دخلت، انا اعتقد دخلت هاب 71 تاني مره. اوكي. دخلت قدم تاني مره مش اول مره. كان الجرانت اللي هي ال $40,000. بتعرف بقى حاجه برضو ممكن اكون ما كنتش عارفها عن نفسي. الحمد لله بتعلم من غلطتي. اوكي. يعني انا كنت بدخل بعرف والله دول انا ما كنتش دارسهم صح. يعني انا مش هديلك فلوس عشان انت مش بتشتغل في السعوديه ولا بتعمل تراكشن في السعوديه، انت جاي لي ليه؟ فانا لازم اترفض. يعني برضو حتى الفي سيز، انا التيكت سايز بتاعتي $1,000,000 وانت عايز 500,000 ولا 100,000، انت جاي لي ليه؟ هنا برضو اتعلمت حاجه، ان انت ممكن تبيلد ريليشن شيب للمستقبل. فمثلا الفي سي انا ممكن اقول له انا عارف ان انت بتدي $1,000,000 بس انا I want to keep you updated with my achievements عشان لما اكون ready for the opportunity انت هتحط فيها فلوس. فالنقطه دي ما كنتش متعلمها الاول، فبدات افهمها. انا ما وصلتش للليفل بتاعهم، ما انكرش برضه عشان الناس ما تقولش ان الموقع يونيكورن واتباعت. لا، الموقع كانت ستارت اب صغيره بدات بتعمل بيبنج للطريق. خدوا راوندز بحوالي $500,000 من اكتر من انتيتي ومن انجنز. فاتعلمت بقى على مدار الطريق والفيدباك من الناس. طب ابراهيم تعالى نتكلم بشكل جد اقل شويه. انت اب اهو بقالك almost 2 سنين وشويه. عايزه اعرف الابوبه بقى غيرت فيك ايه؟ هو الموضوع في الاول ما بتفهموش. الطفل في اول 3 شهور ما بيكونش بيشوف ولا بيضحك، وانت محتاج تهتم بيه. فتهتم بيه ازاي؟ فطبعا الام هي اللي مش كل حاجه، ربنا يبارك في حاضر. النقطه دي علمتني شويه ان انت ممكن ما تشوفش اللي انت عايزه فتره. يعني انت مستني ان الطفل يضحك في وشك 3 شهور ما بيضحكش، او ما انت عارف الموضوع. انت اكيد مستغربه هو ازاي الطفل ولا بيشوف، وحتى هو هيزي مش شايف. اعتقد مش شايف الالوان، مش شايف ابيض واسود كمان. وما بيضحكش. فانت ممكن تقعد في حاجه 3 شهور و6 شهور انت مش عارف رايح فين، بس انت لازم تهتم بيها وتاخد اكشن. اوكي. فعاده في بدايه البيزنسز مش بتبقى شايف انت رايح فين، بس انت شايف حاجه قدام ممكن تحصل. فانت لازم تقعد 3 شهور 6 شهور ممكن سنه تبقى. فدي نقطه اتعلمتها لو احنا بنعمل ريفليكشن على البيزنس. لو بنعمل ريفليكشن على الانسان، لا صبر. هو الموضوع انت مش بتقدر تشوف ثمرته او الثمره او البنفيتس بتاعته بدري. هيضحك معاك، هتتبسط، هتلعبوا مع بعض، ما بتشوفهاش بدري برضو. محتاج تصبر. اعتقد الصبر وان انت عارفه اهتمام من غير مقابل. دي اعتقد اتعلمتها في الحته دي. طيب دلوقتي بقى ابراهيم نسالك على التو بونس كويستشنز بتوع الحاضر. اوكي. As a business coach, what's the most common misconception entrepreneurs have about scaling a business? والتاني, is it easy letting go of your career? ماشي. السؤالين اصعب من بعض. انا مستعد اجاوب على الاثنين. عايز اجاوب على الاثنين. يلا بينا. ماشي. فكره المسكونسبشن في الانتربرنورز، الحاجه الاولانيه ان الناس فاكره ان انت عشان انت انتربرنور مش هتضحي. لا، انت هتضحي كتير. هتضحي ببزنس او تضحي بجوب كانت ممكن توفر لك فلوس وتعيش مبسوط افتر. بس اعتقد الانتربرنورز دايما عندهم فيجن وعندهم
اوبجيكتيف في الحياه، فهم عايزين يعملوا البيزنس بتاعهم. فالمسكونسبشن اللي انا شايفه ان انت مش فاهم ان في تضحيات، والحاجه الثانيه مش فاهم ان السكسس ريت بتاعه قليل. اوكي. انا كنت مش متوقع ان احنا نعمل اكزit، بس كنت بسعى لده. بس انا عارف كم اكزit اتعمل في الماركت في مصر في المينا ريجن، صغير او كبير. يعني انا اللي اعرفه اوركاس، ايفنتس، هارمونيكا، احنا ممكن نعدهم على صوابع الايد للاسف. فالسكسس ريت مرعب، قليل جدا. فبلاش الناس تدخل اول ان، بلاش تحط كل حاجه. حاول يكون دايما عندك سايد بزنس او حاجه. انا بقول ما تصدقش المستثمرين وان انت تحط كل حياتك في حاجه واحده، عشان لما هتخيش كل حاجه هتخيش. انا فاكر ان احنا في سيليكون فالي، نسيت اقول لك، كنا واقفين مع منتور، والمنتور ده فجاه جاله رساله ان انتربرنور يعرفوا انتحر. انا مش ناسي الموضوع ده يعني. فالموقف كان صعب. ففي ناس اللي هي بتحط اول، لا يعني ده مسكونسبشن كبير، وان السكسس ريت لازم تفهم ان هو قليل قوي. اوكي. تاني واحد اتس ايزي ليتنج جو، لا هو مش سهل. يعني الموقع بدأت معايا كفكرة في 2015، وبعد كده في 2017 دخل معايا الفريق، ونهاية 2018 عملنا بقى شركة. قعدنا نعمل بيفيتس 4-5 مرات، وبعد كده جبنا أول انجل انفستمنت. أول انجل انفستمنت ده كان غريب جدا. واحد صاحبي عملت له خدمة، أحكيها بسرعة. واحد صاحبي عملت له خدمة فقال لي قلت له أنا مش عارف أسافر الإمارات عشان كان ليا فلوس عند حد فما خدتهاش، يعني حاجة. فقال لي لا أنا هعزمك على الإمارات. فعزمني على الفيزا والفندق والطيارات، رحت جايتكس. عرفتش اعمل اي حاجه. واحد صاحبي قابلته قال لي انا مديري عايز يقعد معاك. قعدت معاه عجبه الموضوع، راح مديني $30,000. طب وبعديها بشويه دخلنا منت. حد قال لي انت بتعمل داون جريدنج لنفسك، لان انت كانت بتدي فلوس واحنا واقفين على ستيج. نزلت بعديها عملوا شيرنج للباتش ديك، دخل معايا علي المحسن. وبعد كده 500 صدقت فينا واديتنا $50,000. 500 كان قليل جدا اللي يدخل فيها. ما اعرفش ايه الاسباب. احنا دخلنا فريق، اعتقد توفيق ربنا، ثم ان احنا معانا فريق متكامل. لازم اقول ان كان معايا محمود شريف في التك بورو معلم، ومحمد ثابت كاكسبرت في السيلز والماركتنج معلم. والتيم اتغير علينا بس هما كانوا يعني ما لهمش حل. طبعا السبورت بتاع الانفسترز. فكانت رحله طويله، فهو لا موضوع صعب. يعني مش سهل تتخطاه، لكن برضو في سكسس. يعني حتى لو سكسس قليل، حتى لو شيرس وقت. انا بقول ده برضو عشان حصل هايب بقى، احنا خدنا فلوس كتير وملايين. انت عارفه ان الناس لما اشترت كريم كان في جزء كبير شيرس وقت. لما بيحصل بيبقى فيه ليميتنج على الشيرز ممكن فتره لغايه ما يحصل يعني ترانزيشن. ممكن بس نوضح حته الشير سواب ببساطه. حصتك في الموقع اتقلبت وبقت جوه الشركه الاكبر. بتروح بقى جزء في الشركه اللي بعديها، وممكن تكون مربوطه ان انت تقعد عدد من السنين. يعني انت مش هتاخد الشيرز دي على طول، لا انت لازم تقعد معايا 2 3 4 حسب العقد عشان تقدر تاخد الشيرز بتاعتك. فهو سؤال صعب. لا ما كانتش سهله. شكرا انك جاوبت عليه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن المستقبل. اتكلمنا كتير عن الماضي والحاضر، نتكلم بقى عن المستقبل شويه. طيب احنا كده فهمنا الرول بتاعتك شويه. الفتره الجايه تبقى شكلها عامل ازاي؟ هتشتغل الفتره الجايه في تعيين. لما الفقره دي تعدي، let's say انت هتقعد معاهم كام سنه، هل في اي شركه انت اصلا بتفكر تفتحها من دلوقتي؟ حاجه كده عماله تلعب في دماغك ان هو فكره
عماله تتطور كل شويه، عماله تروح وترجع. هقول لك على حاجه، انا في دماغي افكار كتير، بس اللي حصل قدرا I can coach you. اوكي. it's a side business. في 2 engines ادوني فلوس. الشركه موجوده دلوقتي فيها experts من 23 دوله، ما شاء الله. 1200 200 بيد و1000 فري. بريك ايفن فيها 13 واحد، وانا ما اقصدش، والله ما اقصد. هو الموضوع ان انا كنت مع واحد في العربيه وبقول له I can coach you في الحته دي. اوكي. فبعرف اكتب كود، روحت اشتريت الدومين، عملت الويب سايت. كان انا بعلم برمجه، كان عندي طالب من الطلبه اسمه ابراهيم، قلت له تعالى ساعدني. بعد كده دخل معايا عمرو عراقي، بعد كده احمد، بعد كده التيم بقى عندي it's made with love in فيوم. from in فيوم، يعني from فيوم وين فيوم. فهي الشركه فعلا اتعملت. مراتي هاجر هي اللي ماسكه الاوبريشن مانجر. معايا تيم بقى محمد ومنى وامل وابراهيم ونرمين، معايا تيم لطيف. انا مش فول تايم فيها، بس اعتقد ان دي ممكن ماي سكند فيرجن، وبفكر يعني احتمال بنسبه يعتبر عملته هكون انجل انفستر في شركه تانية ليها علاقه بالالكترونكس. اوكي. فاعتقد ان يعني هيكون في فينشرز تانية. مش عارف، ممكن اروح الفي سي سايد، ما اعتقدش ان هم هيقبلوني، يعني ما اعرفش ليه، بس اعتقد ان انا هفضل في اعتقد ميبي اما سيرين انتربرنور. فممكن اعمل شركه تانية ابيعها، شركه تانية تكبر، ممكن شركه تانية تفشل. يعني ده اللي بفكر فيه. ابراهيم، يعني انت ما شاء الله فتحت شركات كتيره، بس لو هتسيب يعني في ناس ما بتحبش الكلمه دي، بس خليني استعملها معاك واشوف رد فعلك. لو هتسيب ليجاسي في عالم رياده الاعمال هتبقى ايه؟ لسه ما حصلش، وبفكر ان هي كورس from zero to exit. اوكي، حلو ده. هي ستارت اب اتعملت اوبنلي، الناس شايفه هي اتعملت ازاي from zero to exit. فكرتين احلى من بعض، نعملهم الاثنين. ده اللي نفسي فيه فعلا، لان ما شفتهاش قوي في الماركت. واعتقد ان هي ممكن تعيش، لانها تكون مبنيه على كونسبتس مش تولز. وايه ايه التاكتكس. لا انا عايز اقول لك، انا بحب اخترع في البيزنس. حتى كنت قاعد مع منتور قال لي انت حاجه اسمها ريس مايندر. فقلت له ايه؟ قال لي نبقى اما نقعد مع بعض. المهم عملت سيرش وكده، ان انا يعني ريليتد للروتس بتاعتي، بحب اخترع حاجات او اعمل حاجات سريع، باخد ديسيجنز بطريقه مختلفه. المهم انا خلال رحلتي بقيت اقول ساتر دي ثيري اللي انا قلتها لك ده مبنيه على الدي ثيمينج، ان كل يوم سبت بعمل حاجه. عملت الجروث استراتيجي بتاعت ابراهيم. ايه؟ عامل جروث استراتيجي اسمها فوكس. انا قلتها كتير قبل كده، بس يعني فوكس، ماستر، اوتوميت، ذن اد اند اكسباند. يعني انا النهارده لما اجي اعمل حاجه بعمل عليها فوكسنج قوي، بعد كده بعمل حاجه اسمها ماسترنج اللي هي بتقنها. اوكي. وبعد كده اعمل لها اوتوميشن تشتغل لوحدها، زي ما انت عملت عربيه وجبتيها على الاول او الثاني ومشيت. اوكي. وبعد كده بضيف بقى فيرتيكلز او ماركتس ثانيه. فانا ممكن اضيف في نفس الستارت اب برودكت مختلف، سيرفيس مختلفه، او اروح منطقه ثانيه. فسميتها جروث، ابراهيم's جروث كونسبت. بخترع. كان في شويه حاجات بقيت اخترعها يعني في البروسيس في الفاند ريزنج. انا بشوف الفاند ريزنج 7 فيرتيكلز، ان انت لازم تايدنتيفاي الستيج بتاعتك، هو انت في انهي حته. بعد كده بيزد على ده تايدنتيفاي التارجت اودينس من الانفسترز. بعد كده ايه الاتراكتيف بوينتس اللي بيدور عليها الانفسترز دول. وبعد كده ايه النمبرز، ونو يور نمبرز، وبوت ات اون يور هيد. وبعد كده فاند ريزنج اتس ا سيلز بروسيس، ولازم تشتغل على ان هي مبنيه على المين كونسبت اللي انا او الكوت ask for money get advice, ask for advice get money. فكده 5 verticals. ال 2 verticals اللي بعد كده get things done، واعمل الداتا روم
وخليك ريدي فور ذا اوبورتيونيتي، وليها يعني ليها بروسس. واخر حاجه اللي هي ريتشنج اوت اند ابروتشنج انفسترز. فانت عشان تاخد فند، انا خدت يعني ما خدتش 100 مره يعني، بس الكاب تيبل بتاعي ما كانش اكتر من 15 واحد. فاكيد عملت ابروتشنج مثلا ل 300 500. اوكي. فعشان يبقى معايا ال 15 دول فعرفت ان في باثر. اوكي. فكان فكره الريس ماين دي برضو ان حد بيبقى بيقدر يوصل لباثر تقدر تقول الناس تعمل ايه وراها. ممكن عشان انا اصلا مهندس مدني ما اعرفش، بس ممكن يكون ده سبب. فلما الليجاسي ممكن التو كورسز دول فكره وكتاب بقى بالمره. في كتاب فعلا كتبته بس ما نزلتوش. ماشي، هننزله قريب. اسمه 30 bullets to protect your business life. اوكي. 30 bullets يعني 30 رصاصه. اوكي. انا بتخيل ان عالم البيزنس ده واحد معاه مسدس ويطلع قدامه تشالنجز، والتشالنجز دي لازم يكون معاك زي كده في الزومبي والفامبايرز، لازم يكون معاك رصاصه مختلفه كده. لكل تشالنج ليه رصاصه. ففي انا كتبت 60 مش 30 يعني. وال 30 دول انت بتمشي في عالم البيزنس لازم يكون معاك. حمستنا يا ابراهيم، هتنزله طيب ولا ولا هو ممكن انزله. ممكن افاينلايز فيه شويه حاجات. اظن بعد الاكزيت اكسبيرينس برضو. انا كنت ناوي ان خلال السنه الجايه دي اكون اكتر في السعوديه. هحط تايم للكتاب ده بحيث ان انا اعمل له فورموليشن بطريقه مختلفه، ان هو يكون مبني على ستوريز اكتر. وهو اصلا ستوري، فكره ان انت ازاي تحمي نفسك. حلو قوي. طيب انا هستاذنك، خليني انا اختار البونس كويستشن المره دي. ماشي، اختار. لو انت هتدي تيد توك بحاجه بعيده عن البيزنس، حاجه حياتيه، هتبقى ايه؟ سريعا كده، ملخص كده ايه سريع عن توبيك معين، وايه اللي نفسك بجد تبقى بتقوله للناس او الشباب عامه؟ اصعب حاجه شفتها في حياتي وفي حياه الناس تاخدها how to make a decision. ازاي تاخد قرار. اتعلمت شويه حاجات تقدر تقول لك ازاي تاخد decision. منها ان انت تعرف prioritize الديسيجنز او القرارات اللي قدامك. يعني انا عندي 3 قرارات، ازاي ارتبهم؟ دي مشكله كبيره. فلو انا هتكلم في تيد توك هتكلم ازاي تاخد قرار based on facts, emotions, values, how to prioritize كل ده based على الفيجن بتاعتك your background. فلو هتكلم في يبقى محتاجين نشوف ده قريب هو كمان. ابراهيم بجد مش عارفه اشكرك ازاي. انا استمتعت قوي بالحلقه دي. شكرا. معلومات قيمه جدا جدا، وهنكمل في نتابعك ان شاء الله. شكرا.